أبي لا أملك لك غير الدعاء بالرحمة يا رب، بقدر حبي واشتياقي له أدخله فسيح جناتك. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا اليوم كل بخير. حضرت لكم قهوة العشية ولا قهوة الصباح موسكوتشو. ديروها بطريقتي إن شاء الله تنال إعجابكم. إذا حضرت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معها مغرف كبيرة تاع زيت تاع سيترون، ومعها قرصة تاع ملح. ولهنا ضفت كاس نص كاس تاع السكر، ونخدموا بالباتور ولا بالفوي، يعني خلطوا مليح مليح مليح. لازم السكر هذاك تقضيو عليه يذوب. سمحوا لي البنات شويه تعبانه، شويه مريضه. اذا البنات كيف راكم تلاحظوا لهنا نخلطوا مليح، خلطوا مليح حتى يتغير لون الخليط. لهنا جبت 2 مغارف تاع كونفيتور، هدايا يعني سر البنه تاع المسكوتشو تاعنا نهار اليوم. جيبوا 2 مغارف كبار تاع كونفيتور تاع المشماش، راح يعطيكم واحد الكو، واحد واش حنقول لكم كيفاه مع الاخر تجيكم واحد الحموضه هك تاع الكونفيتور هايل 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 البنات. لهنا عندي نص كاس تاع الزيت، كيف حتى الزيت نديروه عدو فوعات قليله، ونخلط مليح 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 حتى هذاك الزيت ما يبانش معايا. لهنا حطيت شويه كميه تاع فاني فقط، ومن بعد جبت مغرف كبيره تاع خل. هنا ضفتها كيف الخليط ونخلط، ومن بعد نجيبو نص كاس تاع حليب ونخلط بشويه. نحيت الباتور وبديت نخلط غير اللي فوي تاع الباتور فقط. اذا البنات نجيبو الكاس الاول تاع الفارينه كيف راكم تلاحظوا، نغربلوه باش تجينا المسكوتشو تاعنا خفيفه. نغربلو الفارينه هذيك، ونجيبو معاها 2 ساشيات تاع خميره كيميائيه، خميره الحلوى وزن 10 غرامات كيف ونغربلوهم مع الفارين، الكاس تاع الفارينه هذاك، ونخلط. جبت الكاس تاني تاع نص كاس تاع الفارينه. انتم سا ديبون الفارينه تاعكم، انا القوام هذا اللي ساعدني، درت نص كاس تاع فارينه حتى تحصلت على هذا القوام. جبت المول تاعي مدهون بشويه زبده ومرشوش بشويه فارينه كيف راكم تلاحظوا البنات، وضفت الخليط تاعي. ضفته كامل، ونكون ديجا راني مسخنه الفوغ تاعي على 180 درجه من الفوق ومن تحت، مشعل ومسخن. ونحطها الطيب، ومن بعد هي طيبه البنات نشوفوها من بعد كيفاه طابت معنا. والتزيين اختياري، شوفوا كيفاه جاتني هايله. المول تاعي يعني جديد، هذا تاع جارتي، حبيت نجربه شويه هك واطي بصح كبير ياسر. جا يعني الشكل تاعو هايل ما شاء الله. زينتها بشويه، كانت عندي صوص كراميل، صبيت هك فوق منها صوص كراميل. درت مزيج ما بين نص درتو صوص كراميل ونص درتلو الكونفيتور البنات. وعندي شويه مكسرات زينتها بيهم، ومعها دويرات تاع السيترون. وكيف راكم تلاحظوا، وهذه هي المسكوتشو تاعنا. ان شاء الله المسكوتشو اليوم تنال اعجابكم البنات، وجربوها مش راح تندموا. مع السلامه.